السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه. نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم باذن الله كما راكم تشوفوا راح ندير بريوش خفيف ريشه بمقادير بسيطه متوفره في كل بيت ويجي روعه ما شاء الله. نبداو على بركه الله. عندنا هنا كيلة حليب يكون دافي، كيلة ماء دافي، 4 حتى ل5 مغارف تاع السكر على حساب الحلاوه اللي راكم حبيتوها. وعندي مغرفه كبيره معمره خميره الخبز، وعندي كيلة تاع فارينة. نخلط المقادير كامل مليح ونغطوهم ونخليهم حوالي 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم تاعهم. هنا بعد ما تضاعف الحجم تاعو شوفوا الخليط كيفاه يجي خفيف، يجي كيما الرغوه. هنا نزيدو ثلث كاس تاع الزيت مع بياض حبه بيض، مغرفه صغيره تاع الملح، مغرفه صغيره تكون معمره مليح تاع لافاني، ونضيفوا الفارينه. وهنا نسيت خميره الخميره الكيميائيه، نزيدو نصف كيس، ونبداو نضيفوا الفارينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه مليح. انا دات لي حوالي قريب 5 كيسان. الكاس الخامس نضيفوه غير بشويه. هنا لقيت العجينه مازالت تلاصق بزاف، زدت حوالي مغرفه كبيره. وهذا هو القوام من الكاس الخامس. هذا واش تبقى لي. نغطوا على العجينه ونخلوها تريح 5 دقائق. بعد ما ريحت نرش سطح العمل بالفارينة وندير العجينة ونزيد لها مغرفة كبيرة تاع لا مارغرين ولا الزبدة تكون طرية، ونبدا ندخل فيها غير بشوية وغير تلصق. نعاون روحي بشوية فارينة، نرش شوية فقط ونبقى نعجن حتى يعني تتماسك وتولي طرية. فوالا كما راكم تشوفوا. هنا رايحه نجيب ريسيبيون نرش بالفارينه ولا ندهن بالزيت وندير العجينه تاعي تخمر. وبعد ما خمرت كما راكم تشوفوا يعني تجي خفيفه، تجي هايله. رايحه نديغازيها ونقسمهم كريات صغار. انا قسمتهم على 16 حبه، يعني جاوني حبيبات متوسطين. هنا الحجم نتوما تتحكموا على حساب حبيتوا الحبه تكون صغيره ولا متوسطه ولا كبيره. نكوروا كامل العجينه ونغطوهم ونبداو مباشره نخدموا بهم، ما نخلوهمش يخمروا. ونبداو بالحبه الاولى اللي قطعناها، نرشوا شويه فارينه ونبداو نخدموا غير بيدنا. انا هنا درت زوج اشكال. رايحه نبدا بالشكل الاول. نحل العجينه على شكل بيضاوي، وندير شوكولا ولا ديروا الكونفيتور يعني اللي متوفر. تقدروا ما تحشوش كامل يعني تخلوه كيما راهم، وديروا نفس الطريقه تحلوهم وترولوهم كيما راكم تشوفوا في الفيديو. نحاولوا نغلقوها مليح ونحطوها في بلاطو اللي كنا دهناه مليح بالزيت. فوالا هذا هو الشكل الاول. وبالنسبه للشكل الثاني جبت مول هنا دائري دهنته ثاني مليح بالزيت، ورايحه ندير يعني نحشي الشكل الثاني، نحشيه بالمربى بلا كونفيتور. نحل فقط ندير حفره في الوسط وندير كميه تاع يعني حوالي مغرفه صغيره ولا نص مغرفه تاع الكونفيتور. هنا لكم الاختيار تحشوا واش تحبوا.
ونغلقوها بهذه الطريقة. حاولوا تغلقوها مليح هكذا باش ما يخرجش الكونفيتور. فوالا نقلبوها ونديروها في بلاطو، في مول. انا درتو في مول دائري يعني باش تجي على شكل ورده. نزيد معكم حبه بنفس الطريقه. رايحه ندير حفره في الوسط ونحشيها بالكونفيتور ونغلقها مليح. هنا العجينه جات بزاف خفيفه. تبعوا فقط المقادير واكيد رايحه تنجح لكم. وبعد ما كملت رايحه نغطيهم ونخليهم يخمروا. هنا في الشكل الثاني حاولوا تخلوا شويه مسافه بيناتهم كي يخمروا باش ما يلصقوش بزاف على بعضهم. وبعد ما خمروا كما راكم تشوفوا رايحه ندهن الوجه بصفر تاع البيض اللي كنت زدت له قطرات تاع خل وقطرات تاع زيت، مغرفه صغيره تاع فانيلا وشويه حليب. وبعد ما ندهنوهم بالصفر تاع البيض راح ندخلهم للفرن اللي كنت شعلته من قبل على 200 درجه. كي نشوفوا البريوش تاعنا بدا يحمر من التحت مباشره نطفوه من التحت ونشعلوه من الفوق ونخلوه يحمر. نصيحه فقط ما تخلوش البريوش تاعكم من التحت يطيب بزاف باش هكذا يجيكم بزاف خفيف كيما راكم تشوفوا، يعني تجي بزاف هايل خفيف ريشه. تبعوا فقط المقادير والطريقة بإذن الله رايح ينجح لكم كما راكم تشوفوا يجي كيلو قطن. وبالنسبة للتزيين غير خرجته من الفور وهو هكذاك سخون دهنته بشوية تاع الكونفيتور ورشيت عليه شوية تاع نواه كوكو وزينته بخطوط الشوكولاتة كما راكم تشوفوا. وهنا الحشو كما قلت لكم اختياري، يعني ديروا شيكولا ولا كونفيتور ولا تخلوه بلا الحشو. انا هنا درت شوكولا ودرت تاع المعجون هكذا يعني باش نفرق بيناتهم. وراح نوري لكم هنا الشكل الثاني. فوالا يجي بزاف خفيف. الفيديو راه يهدر وحده. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم ونتمنى تجربوها. وهنا لحقنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق وما تنسوش ديروا لي اشتراك وتفعلوا الجرس هكذا باش يلحقكم كل ما هو جديد. وكذلك بارطاجوا الفيديو. وهنا نقول لكم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.